والله نحسد المصريين يا أخي، والله نغير من المصريين. لك ليش الله يذكرهم بالقرآن وبلدي لا؟ ليش يعني ربنا يذكرهم ويحكي عنهم بالقرآن ويقول لموسى وهارون ادخلوا مصر واتخذوا منها بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة؟ ليش يعني؟ ليش يعني يقول في قصة سيدنا يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ ليش يعني ربنا يذكر مصر بالقرآن؟ أن القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر. الله، القرآن المصريين يبدأ بهذه الفخامة وهذا الوقار وهذه العظمة. القرآن الكريم أتحدى جيب لي أعظم مجودي العالم، بتلاقي مجود مصري من الطبقة الثانية يلعب بهم جميعا تغيرهم. طب ليش؟ إيش السر يعني؟ صح ولا لا؟ ليه؟ ما في القرآن لم يقرأ إلا في مصر طريقة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تخزني. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما